احنا كمصر ما رحناش كاس العالم غير 3 مرات بس من ال 24 بطولة اللي اتعملوا على مدار التاريخ. اول مرة سنة 34 ودي ساعتها جدي وجدك ما كانوش اتولدوا اساسا، ومرة سنة 90 لما رحنا ابهرنا العالم كله بطريقة الكلاحة الكروية، والمرة الاخيرة في 2018 وهي دي اللي كلامنا كله هيبقى عليها. وابا الله الله يا بلاد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كتر ما احنا ما بنشمش كاس العالم بقى بالنسبة لنا معجزة، فلما بنوصل بنسأل نفسنا هو احنا صعدنا ازاي؟ يعني بعد غياب 28 سنة ازاي وصلنا في 2018؟ البداية كانت مع المدرب الارجنتيني هيكتور كوبر لما جه وعمل منتخب متماسك ومحترم بالاعتماد طبعا على اللاعب العالمي اللي حيلتنا، وبقينا على الاقل فريق بيقدر ينافس زي الاول. بداية تصفيات كاس العالم 2018 كانت في أواخر 2015، وبدأنا بالدور التمهيدي وعندنا ماتش مع تشاد رايح جاي وخسرنا الذهاب الحمد لله، بس أكيد مش هنطلع من التصفيات من أولها كده. يعني في العودة قدرنا نكسب 4-0 وصعدنا للتصفيات النهائية الحمد لله، والماتشين دول على فكرة كانوا من غير محمد صلاح اللي كان مصاب ساعتها. بس برضه ما هو تشاد دي مش فرقة يعني، العبرة بالخواتيم، فخلينا نشوف هنعمل ايه في المرحلة النهائية. المهم المرحلة النهائية كانت عبارة عن مجموعة من 4 منتخبات بيتأهل المركز الأول لكأس العالم على طول، والقرعة وقعتنا مع أوغندا والكونغو وغانا. غانا تاني اللي رزعونا 6 وصعدوا على حسابنا في 2014. وهنا بقى كرة القدم بتديك فرصة أخرى للانتقام، بس احنا بصراحة ما كناش مهتمين بطارنا عندهم وقلنا المسامح كريم. أنا مسامح. من خبرتنا الكبيرة في عدم الوصول لكأس العالم اكتشفت كام نقطة لازم ناخد بالنا منهم عشان لو عايزين نصعد، يعني خصوصا لو التأهل ده عن طريق المجموعات. في المجموعة بيبقى معاك فريق قوي وده المنافس المباشر ليك اللي هيصعد على حسابك، فلازم على الأقل تكسبه على أرضك. والفريق التاني بيكون مش قوي وبره الحسابات اصلا ومش هيصعد كاس العالم اساسا، بس هيقرفك جدا وهيضيع عليك نقط، فلازم في الماتشين بتوعه تطلع باكبر استفادة، يعني تكسبه على ارضك ده اكيد ولازم، واقل ما فيها ما تخسرش هناك على ارضه. والفريق الاخير ده بقى بيبقى اضعف واحد وبيبقى احسن فرصة ليك انك تكسبه رايح جاي وتاخد منه 6 نقط. ولو مشينا بالمبدأ ده هنصعد كاس العالم كل مرة تقريبا. طب هل هيكتور كوبر عمل كده فعلا؟ المفروض الله اعلم بقى مخطط لها ولا جت معاه كده، بس هي حصلت. بدأنا التصفيات النهائية في 2016 وبدأنا بماتش الكونغو في الكونغو، وده المفروض الفريق المتوسط اللي لازم نطلع بأي نقط منه وما نخليهوش يقرفنا، وخصوصا ان غانا اتعادلوا في ماتشهم مع اوغندا، يعني لازم نستغل التعثر ده. بدأ الماتش وكان فيه ضغط من الكونغو وهجمات تقلق اي حد، واستمروا كده لحد ما جابوا فينا الجون الاول. بعد الجون الكونغو فضلوا يشكلوا خطورة علينا والحضري كان بيتألق، وعندنا في الهجوم كان صلاح عمال يضيع علينا فرص، بس هي ظبطت معاه في الآخر. لعب الكرة العالية محمد صلاح العصية يا محمد، يا صلاح يا محمد، ضيع يا صلاح، ضيع ما يهمكش، واثق ان انت هتسجل، واثق ان انت هتعود بمنتخب. بنخرج الشوط الاول متعادلين وقلنا حلو قوي ناخد نقطة، لكن ما نعرفش ان المنتخب عامل لنا مفاجأة حلوة وهيكسب كمان. اللي ملعوبة محمد صلاح، اظبط يا صلاح، ادخل في العمق، ادفع يا صلاح عينك، عملها حلوة يا ولد يا عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله السعيد، يضع الجماهير في لحظة من لحظات السعادة. 3 نقط مهمين جدا خارج الارض، وكمان لعبنا كان حلو وبنلعب بتكتيك ودفاعنا كان مبدع وبيشيل كور من على الخط والحضري متألق، بداية مبشرة قوي، بس المهم نستمر. الماتش التاني مع غانا ودي فرصتنا نوقعهم اكتر واحنا نبعد بالنقط ونتصدر، بس لا اكيد هيحصل حاجة، احنا ما بنعرفش نكمل كويسين للاخر ابدا. اقول لك حاجة، مش متفائل، اهدى انت بس. بدأ الماتش ولعبنا قدام غانا بطريقة حل الله يسترك على رأي كابتن رضا، ودي كانت الطريقة المفضلة لكوبر في الماتشات الكبيرة، وإن جيتوا للحق هي الخطة دي اللي بتنفع معانا. وبعد شوط أول مش مفهوم مننا تريزيجيه بمهارته بيعرف ياخد ضربة جزاء عشان أبو صلاح يدخل ويسجلها. الله عليك يا صلاح، الله عليك يا جميل، الله عليك يا قمر، افرح واضحك واتنطط يا ابني واتنطط. وفي الشوط التاني ركننا الاتوبيس بتاعنا في ال18 وبمرتدة في اخر الماتش بنخلص عليهم تماما. 1-1 عرضية ولم وايه وهوبا، الله الله يا بلاد الله عبد الله الله
تسلموا يا رجاله، تسلموا يا رجاله. حلوه 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 حلوه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده، هو احنا كسبنا ومتصدرين وبنقرب اكتر من كل مره؟ لا انا مش مصدق، اكيد في تخفيله يا جدعان. يعني الحمد لله استغلينا وقوع غانا اخيرا وعملنا حاجه مفيده. يا ريت نكمل بقى على كده. عاش يا رجاله. هنقف كده واحنا متصدرين وهنسيب تصفيات كاس العالم دي 9 شهور ونبقى نرجع لها تاني بعدين. سنعود بعد قليل. ورجعنا تاني للتصفيات في 2017 ورجعنا على ماتش اوغندا في اوغندا. دلوقتي احنا كسبانين اصعب ماتشين ودي الفرقه السهله بقى اللي هنكسبهم رايح جاي. ما تفهمش الحقيقه احنا رحنا لعبنا في اوغندا ازاي. يعني حسينا ان مش ده المنتخب اللي حسسنا بالامل ووصل نهائي افريقيا ومتصدر المجموعه بتاعه التصفيات وقرب يصعد لكاس العالم. كان في حاجه غلط. ممكن نقول عشان الارضيه والملعب او الجمهور او الجو. الحقيقه ما كانش في مبرر واضح. المهم اننا خسرنا 1-0 في اوغندا. وهنا بقى حسينا ان احنا هنبتدي نتدلع ونضيع فرص الصعود زي كل مره ما بتحصل. ما انا قلت اكيد في تخفيله. هات الآلة الحاسبة يا ابني بتاعت كل كاس عالم عشان نشوف هنصعد ازاي. بس استنى في بريق من الامل بيظهر لنا. غانا الناحية التانية بتتعثر برضو قدام الكونغو. وبعدين بقى في التصفيات الغريبة دي بندخل ماتش العودة مع اوغندا هنا في مصر اللي كان بعديها بكام يوم ونخلصها بدري بجون محمد صلاح. مرة تانية رمضان، ماشي رمضان، حطها عرضية وأهي، ومرة تانية العرضية من عبد الله السعيد، تصعيطة وهي وهوبا وهوبا الله أكبر في الدقيقة السادسة. يا جمالك يا حلاوتك يا دلالك يا طعمتك. الأولى بالغرام يا صلاح، الأولى بالغرام يا صلاح. ما هو الموضوع سهل اهو، امال ليه بنحب نصعبها على نفسنا بقى؟ كده بالوضع ده احنا محتاجين 4 نقط بس ونتأهل كاس العالم. يعني خلاص هانت، بس يا رب تكمل على خير. المهم بقى واحنا بنحسب كده هنصعد ازاي اكتشفنا اننا بننافس اوغندا اصلا مش غانا. عندنا الماتش اللي جاي الكونغو في مصر وده المفروض ماتش مضمون ان شاء الله يعني. بس المشكلة ان اخر ماتش مع غانا في غانا وشكله ده اللي هيضيع كل حاجة عملناها. وفي الاخر اوغندا هي اللي هتتأهل على قفانا. ما هي ناقصة بقى. قبل ماتشنا بيوم مع الكونغو كان في ماتش غانا واوغندا واحنا كلنا على لسان واحد يا رب يتغلبوا هما الاتنين. تقولش بيبان السما كانت مفتوحة. الماتش بيخلص تعادل وكده يبقى غانا غرقتنا جمايل طول التصفيات. عملت معانا واجب اكتر مننا مش عارفين نقول لها ايه والله. ويبقى كده فاضل نكسب الكونغو ونصعد كاس العالم على طول من غير ما نستنى اخر ماتش. وجاء يوم الحسم. ايه ده، انت مستنيني طبعا اتكلم عن ماتش الكونغو وكده؟ لا ده عايز له فيديو لوحده ونمزمز فيه كده براحتنا. انت بس اعمل لايك دلوقتي للفيديو وقول لي رايك في الكومنتات واعمل سبسكرايب للقناه عشان تشوف الجزء الثاني اللي فيه الصعود التاريخي لمصر لكاس العالم 2018. وسامعك يا اللي بتقول بتعملها على كذا فيديو عشان المشاهدات والريتش والكلام ده. بصراحه بس برضه لازم يبقى فيه حبه سسبنس كده. يلا ما طولش عليكم اكتر من كده. يلا سلام عليكم.